في الفيديو ده هقول لكم ازاي ننضف الكف بتاع المكوه بتاعتنا بكل سهوله من غير ما نجرح او نخربش الكف بتاع المكوه. مش بس كده، انا كمان هقول لكم لو الاخرام ديت وانتوا بتكوا بدات تطلع بقى صفرة او صدى، هقول لكم كمان على افضل طريقه لتنظيف المكوه ديت من الداخل. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. هنجيب اي حاجة عندنا فاضية وهنحط فيها شوية خل طعام عادي. بعد كده هنجيب من اي صيدلية مية اكسجين تركيز 10%، وهنحط شوية على شوية الخل دول. بعد كده هنجيب اي مسحوق احنا بنستخدمه في غسيل الملابس او غسيل الاطباق، وبنفضيهم شوية وبنقلبهم في بعض كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى بنجيب اسبونشة بتاعت غسيل الاطباق وبنبدأ ان احنا نمسح المكوة بالشكل ده. لو الاتساخ اللي موجود على المكوة مجرد صفار عادي او اتساخ خفيف هيطلع معانا بكل سهولة. انما لو الاتساخ قديم وتراكم لساعات بقاله فترات طويلة، فالطريقة دي مش هتكون عملية معاه. الحل الوحيد ليها ان احنا هنجيب من اي موان هنجيب صنفرة، والصنفرة دي بيكون رقمها من 2000 ل 2500، نحطها في الخلطة بتاعتنا وبعد كده بنمسح بها المكوة. بتلاقي الاتساخ بيطلع معانا كده بكل سهولة. والصنفرة دي بتكون ناعمة جدا وآمنة جدا على المكوة، وما تقلقوش من حاجة، مش هتخربش ولا هتجرح المكوة. وبالطريقة ديت هتخلي المكوة ترجع عندكم جديدة من تاني. وطبعا في حل افضل، هو انك تحافظ على المكوة من البداية وما تخليهاش تعمل تراكم لساعات بالشكل ده. هو الجراب التeflon الحراري الاصلي. الكفر مستورد من شركة NTC، بيجي معاه 2 شداد وبيركب على المكوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة بنتني حروف الشداد وبنركب الشداد الاولاني في بوز المكوة بالشكل ده، وبنركب الشداد اللي ورا سواء كان على حرف المكوة من فوق او من داخل المكوة من جوه. وده بيكون شكل الكفر بعد ما بيركب على المكوة. الكفر بيقدر يستحمل اعلى درجة حرارة موجودة في المكوة. بنقدر نكوي بيه اي ملابس سودا موجودة عندنا من غير ما بتلمع او من غير ما تتلسع مننا. غير ان كمان الكفر هيحافظ لك على كف المكوى من الخرابيش والتجاريح والكلام ده كله. وكمان هتقدروا تكوي بيه اي حاجه جينز موجوده عندكم من غير ما تلمع منكم بطريقه سهله جدا. كمان هتقدروا تكوي بيه اي تيشيرت عليه برنت او طباعه بالشكل ده من غير ما يلزق في المكوى. سعر الكفر ده 150 جنيه، وسعر القطعتين 270 جنيه بدل 300. متاح شحن لاي مكان في مصر. كمان خلينا الجمله بتاعته من اول 10 قطع بس. تعالوا اقول لكم ازاي بقى نعمل دوره تنظيف للمكوى البخار من الداخل. نجيب ميه بتغلي وبعد كده بنحط عليها كوبايه خل. بعد كده بقى بنجيب المكوة وبنفتحها وبنبدأ نفضي المية السخنة ديت جواها. بعد كده بقى بنوصل المكوة بالكهرباء عادي وبنعلي درجة الحرارة على الآخر، وبنفضل نتك على الزرار بتاع البخار لحد المكوة ما بتبدأ تطلع بخار. بعد ما بتطلع بخار بنفضل بقى ضاغطين ضغطة طويلة على زرار البخار بالشكل ده لحد ما بتبدأ المكوة تصفي المية اللي جواها. ممكن المكوة تحتاج ان احنا نعمل الموضوع اللي احنا عملناه ده مرة او مرتين على حسب كمية الترسبات اللي موجودة جوه في المكوة. من اكتر الفيديوهات اللي شفتها منتشرة في الفترة اللي فاتت هو انكم تحطوا معطر جوه المكوة، وده اكبر غلط. في فترة قصيرة جدا هتلاقي المكوة بتاعتكم اتسدت وممكن ما تطلعش بخار تاني. وسبب الترسبات ديت هي المعادن والصدى اللي بتكون موجودة في المية، لان المكوة بتسخن المية بتطلع البخار وبيفضل في الاخر الترسبات اللي انتوا شايفينها بالشكل ده كده. وافضل حل بقى عشان المكوة دي ما تعملش ترسبات تاني هو انكم لما تيجي تملوا المكوة املوها ميه معدنيه او ميه مفلتره او ميه تكييف. يا ريت بقى نعمل لايك وشير للفيديو ده عشان غيركم يستفاد.